احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في يونت جديدة وحكاية جديدة ورواية جديدة بتتكلم عن الديفيجن. خلاص زهقنا من المالتيبليكيشن، هيجي لنا ديفيجن، بس ما تفرحش قوي لانك هتحل الديفيجن عن طريق المالتيبليكيشن برضو. ازاي يا مستر؟ اقول لك. انا افكرك سريعا بحاجات مهمة في التايمز. لما كان يجي يقول لك 3 multiply 10 equal كام equal 30، و 3 multiply 100 equal كام equal 300، و 3 multiply 1000 equal كام equal 3000. يعني الحكاية حكاية اصفار واللعبة على الاصفار. ماشي. طب لو جه قال لك مثلا انا معايا 50 multiply 100، هقول له 5000، بطلع ال 3 زيرو بره. عادي جدا، مفيش في اي اندهاش. ولكن اللي اندهاش فين؟ لما ابدا بقى اقول لك انا معايا 35 divided 5 وتقول لي equal 7. انا عايز اعرف الرقم اللي هنا ده اسمه ايه، وانت كمان اسمك ايه، وانت كمان اسمك ايه. قال لي اول حاجة احنا عندنا هنا الرقم اللي في الاول ده اسمه dividend. وبعدين الفايف اللي موجودة هنا دي اسمها ايه؟ قال لي الفايف اللي موجودة دي اسمها divisor. وبعدين السيفن اللي في الاخر دي اسمها ايه؟ قال لي دي اسمها كوشنت. والكوشنت ده هو الريزلت بتاع الديفيجن، خد بالك. طيب. طب افرض انا كنت جيت قلت لك انا معايا 42 divided 5، هتقول لي يا مستر ايكوال 8. ولكن في عندي حاجة اسمها remainder 2. ايه بقى الريميندر ده بقى؟ فكرني كده عشان انا مش فاكر حاجة. هقول لك. انا يا سيدي لما كنت اقول لك 42 divided 5 تنفع، كنت تقول لي لا، فاقول لك كنسل منها 1 تبقى 41. تنفع 41 divided 5؟ تقول لي لا، اقول لك كنسل منها كمان 1 فتبقى 40 divided 5. تنفع؟ تقول لي اه equal 8. ولكن التو اللي انت طلعتهم في جنب هحطهم هنا as a remainder، واقول لك ان الاجابة بتاعتي 42 divided 5 equal 8 remainder 2. ليه ريميندر 2؟ لان ال 2 دول يا مستر باقيين مش هينفع اعمل لهم ديفايد. قال لي حلو. يبقى انت عندك الرقم الاولاني اسمه ديفيدند، ديفايزر، كوشنت، ريميندر. كلام جميل، كلام جميل. قام قال لي طب تعالى بعد اذنك، لو معايا 6000 ديفايدد 6 هتبقى كام؟ قال لي يا مستر 6 ديفايدد 6 ايكوال 1 و 3 0 اهم عادي. طب افرض جه قال لك 6000 divided 60. قال لي اول حاجه شيل زيرو من هنا مع زيرو من هنا، طالما الاتنين فيهم زيرو شيل واحد من هنا مع واحد من هنا، ده مبدئيا. وبعدين اعمل بقى 6 divided 6 equal 1 وزيرو وزيرو اهم زي ما هم، فتبقى 100 بدل 1000. طب افرض يا مستر جه قال لي انا معايا 18000 divided 9. قال لي سهله برضو. 18 divided 9 equal 2 وال 3 زيرو اهم فتبقى 2000. طب لو جه قال لي انا معايا 18000 divide 900، هقول له شايف الزيرو ده والزيرو ده همشيهم مع بعض، والزيرو ده والزيرو ده امشيهم مع بعض، يتبقى لي ايه؟ 18 divided 9 equal 2، والزيرو اللي بقى هنا ما تكنسلش حطه ويبقى الاجابه بتاعتي 20. دي شويه حاجات في الديفيجن سهله وبسيطه. طيب. تعالى افكرك سريعا كنت ازاي بعمل divide او divide by one digit number، زي ما كنا بناخد في جريد 4. كنا بناخد في جريد 4 سيدي الفاضل. انا معايا هنا اريا موديل. ايه اريا موديل؟ يا نهار ابيض، اريا موديل تاني؟ مش كانت في التايمز؟ وهتبقى في الديفايد؟ ايوه. خدناها السنه اللي فاتت في التايمز وفي الديفايد؟ ايوه. وهتاخدها السنه دي برضه في التايمز وفي الديفايد؟ خدناها في التايمز، لسه الديفايد. طيب. تعالى اقول لك على مكان كل نمبر بيكون موجود فين. اولا الاريا موديل بنكتبها كده ونقسمها. قسمناها. كل نمبر من دول ليه مكان. الديفايزر بتاعي هيكون هنا. طب والكوشنت بتاعنا يا مستر، الديفيدند بتاعنا هيكون فين؟ قال الديفيدند بتاعنا هيكون هنا. وبعدين ركز معايا واحده واحده. انا محتاج اجيب رقم يكون قريب من ال 615، بس يكون في تيبل ال 3. ايه في تيبل ال 3 مره واحده؟ يا مستر ده انا حافظ في تيبل 3 3 تايمز 10 ايكوال 30 وبس. يعني 3 تايمز 11 33 ماشي، انما 3 تايمز كام ايكوال 615 مره واحده؟ ده كبيره قوي. قال لي ايوه. فاحنا هنقعد في جنب هنا اهو يا عبير، نقعد نجرب في شويه نمبرز. مثلا هعمل 3 تايمز 10 هتبقى 30. اوكي. هعمل 3 تايمز 100 تبقى 300. انا بحاول اكبر الارقام عشان اكبر بسرعه، انا مش هفضل امشي بقى 10 11 12 واخلص السؤال السنه اللي بعد الجاي. صح.
طب 300 دي قريبة من ال 600؟ لا لسه شوية. طب تجرب ال 1000، 3 times 3 times 1000 equal 3000. لا بعيدة قوي يا مستر، احنا كده بعيدنا قوي. لا شيل ال 1000. طب نقرب شوية من ال 100، يعني بدل ما هي 100 نخليها 3 times 200. ماشي. 3 times 2 equal 6 وال 2 0 اهم، يعني 600. قربنا كتير صح؟ حلو. هتكتب بقى ال 600 فين وال 200 فين والكلام الجميل ده كله فين؟ ركز معايا. ال 3 هي مكتوبة هنا اهي بالفعل صح؟ وال 600 اهي هحطها تحت هنا اهو عشان اعمل ماينس. ركز معايا. وال 200 اهي هكتبها فين؟ هكتبها فوق عشان يبقى 3 times 200 equal 600 واعمل ماينس. بعد الماينس نعمل ايه؟ قال لي 5 minus 0 5 1 minus 0 1 6 minus 6 0. الرقم اللي اتبقى معاك هنا هحطه هنا عشان اكمل عليه ديفايد. الرقم اللي اتبقى معايا هنا هحطه هنا عشان ابدا اعمل ديفايد جديده، عشان ابدا ادور على 15 موجوده في تيبل مين مع 3. 3 تايمز كام يديني 15؟ قال لي لا يا مستر هنا الرقم صغر قوي وبقى سهل ان انا اجيب التيبل بتاعه. 3 تايمز كام equal 15؟ 3 تايمز 5. 3 تايمز 5 equal 15. ال 3 برضه هو كتبها. ال 15 انا هكتبها هنا عشان اعمل ماينس وتطلع 0 0، ولكن ال 5 دي هي اللي هتتكتب فوق. طب والمكانين دول؟ قال لي المكانين دول ملهمش لازمة خلاص، طالما انا وصلت للزيرو زيرو ملهمش لازمة، سيبك منهم. طب مستر هو الإجابة فين كده؟ يعني ماشي الإجابة فين بقى؟ احنا حلينا الإجابة فين بقى؟ قال لي الإجابة الكوشنت بتاعك هو اللي فوق ده 205، يعني 205. الطريقة دي شبه بشوية الطريقة اللي انت اخدتها في جريد 4. مستر يعني مش دي اللي اخدناها في جريد 4؟ لا. امال ليه ما قلناش الطريقه اللي اخدناها في جريد 4؟ اقول لك ليه الطريقه اللي اخدتها في جريد 4، طالما هي كده كده مختلفه شويه عن طريقه جريد 5 واحنا هنكمل بطريقه جريد 5، يبقى ملهاش لازمه نشتغل بطريقه جريد 5 على طول ونتعلمها ونحل عليها سؤال واتنين وتلاته لحد ما تثبت. طب مستر انا عندي سؤال معلش. حضرتك هنا وصلت ل 3 times 100 وقمت داخل في 3 times 200. طب افرض مثلا ان انا مش عايز ارجع او اكمل لل 200، انا عايز امشي او اشتغل بال 100. ينفع؟ ينفع. ينفع. ازاي؟ قال لي ال 3 تايمز كام يديك 300؟ 3 تايمز 100، فال 100 دي هي اللي تتكتب فوق وال 300 هي اللي تتكتب كده تحت. واعمل ايه؟ واعمل ماينس. 5 minus 0 5 1 minus 0 1 6 minus 3 3. بس الرقم ده هاخده هنا اكمل عليه تاني واعمل times 100 تاني وتطلع 300 تاني واعمل minus تاني وتطلع 15. واخد ال 15 تاني اكمل عليها times 5 تاني فتطلع معايا 15 تاني وماينس تطلع 0 0. هنا دلوقتي انا بدل ما احل السؤال في خطوتين حليته في 3، ولكن في كلتا الحالتين انا الانسر بتاعتي طالعة 100 plus 100 plus 5 واللي هي تطلع برضو 205 زي الطريقة الاولى. طب ايه الفرق؟ انت هنا حليت في 3 خطوات، انا حليت في خطوتين، وبعض المسائل تقدر تحلها في خطوة واحدة لان هي سهلة، ولكن المقصود ان انت ممكن تكون الستبس بتاعتك مختلفة شوية عن زميلك، ولكن المهم الانسر، انت وصلت للانسر صح ولا غلط. ولو في ريميندر بكتبه هنا جنب الريكتانجل في جنب كده يا ادم، واقول له الريميندر ايكوال كذا. لو موجود، مش موجود عايز تقول له الريميندر ايكوال زيرو، مفيش مشكلة. بس كده بس كده. هنا في سؤال بيقول لي use the area model to solve each of the following problems. انا عايزك تحل لي الاسئله دي، بس خد بالك ان هنا مفيش 1 ديجيت، ده هنا 2 ديجيتس. دي اصعب ولا اسهل؟ عايز الصراحه. اسهل. ايه ده 2 ديجيتس المفروض تبقى اصعب؟ لا اسهل. اسهل ليه؟ تعالى وانا اقول لك. اول حاجه المستر قال لك هتعرف تعمل اريا موديل صح؟ ترسم ريكتانجل كده وتبدا تقسمه من جوه. هتقسمه ضلفه ليك وضلفه لاخوك وضلفه لاخوك التاني وضلفه لاختك، ماشي؟ وهنا هنكتب الديفيدند بتاعنا 9798 في الحتة دي، وبعدين ال 71 هنا، ماشي؟ وبعدين انا عايز اعمل 71 تايمز حاجة ونقرب بيها من ال 9798.
طبعا يا دانا انا مش بروح اقول لك روحي هاتي لي الرقم بالظبط يا يارا، انا بس عايزك تقربي منها. فممكن نروح نجيب ال 71 كده في الهامش ونقول له 71 تايمز 10 بكام؟ ب 710. لا يا مستر ده لسه بعيد قوي. طب ايه رأيك 71 تايمز 100 تطلع 7100؟ حلوة دي. قال لي هي لسه مش قريبة منها قوي بس لا حلوة، اشتغل بيها، جميلة دي. هات ال 100 اكتبها فوق، وال 7100 اكتبها تحتها، وابدأ اعمل ايه؟ وابدأ اعمل ماينس. تعرف تعمل ماينس؟ بيقولوا 8 minus 0 كام؟ 8 minus 0 equal 8. 9 minus 0 كام؟ 9 minus 0 9. 7 minus 1 كام؟ 7 minus 1 6. 9 minus 7 كام؟ 9 minus 7 2. خد الرقم اللي طلع ده ابدأ بيه لفة جديدة 2698، واروح ادور على حاجة تايم 71 تكون قريبة من الجدع ده. فلو رحت عملتها 71 تايمز 10 زي ما كانت معمولة اللي هي تطلع 710. حاسسها صغيرة برضو في اكتر صح؟ بس التايمز 100 كانت كبيرة قوي، مش هينفع 7000 دي اكتر من ده بكتير، ما ينفعش. فممكن بدل ما نجرب تايمز 10 وتايمز 100 ممكن نجرب تايمز 20 تايمز 30 تايمز 40، ينفع عادي. فانا ممكن هنا يا زيادة اقول له 71 تايمز 20 تطلع بكام؟ الزيرو هحطه، و2 times 71 2 times 1 2 2 times 7 14. حاسس ان لا لسه في. تعال نجرب times 30. 71 times 30 هحط الزيرو برضو، و3 times 1 3 و3 times 7 21. لا حاسس ان لسه في برضو، لسه في شوية. تعال نجرب 71 times 40 هحط الزيرو، 4 times 1 4 و4 times 7 28. لا يا مستر دي عدت ما تنفعش. 2840 اكتر من اللي معايا، ما ينفعش، فما ينفعش استخدم دي. هستخدم مين اللي قبلها على طول اللي هي فيها 30؟ ال 30 تتكتب فوق، وال 2130 تتكتب تحت. واعمل ايه؟ واعمل ماينس. 8 minus 0 كام؟ قال لي 8 minus 0 equal 8. 9 minus 3 كام؟ 9 minus 3 equal 6. 6 minus 1 كام؟ 6 minus 1 equal 5. 2 minus 2 كام؟ 2 minus 2 0. هات ال 568 دي وابدأ بيها لفة جديدة. حاول تدور على نمبر قريب منها. بس زي ما انت شايف مش هينفع استخدم تايم 10 لان هي كانت اكتر منها 710 اكتر من الرقم اللي معايا. فانا مش هينفع اعمل تايمز 10. جرب تعمل تايمز حاجة اقل من ال 10. تايمز كام مثلا؟ تايمز 9. انا بجرب تايمز 9. تعال نجرب 71 تايمز 9 هتطلع معايا 9 تايمز 1 9 9 تايمز 7 63. لا دي اكتر برضو ما تنفعش. طب 71 تايمز 8 8 تايمز 1 8 و 8 تايمز 7 56. ايه ده؟ ايه ده نفسها. خلاص نكتب ال 8 فوق وال 568 تحت ونماينس تطلع 0 0 0. خلصنا المكان الرابع ده خليهولك. الريميندر كام؟ ما تبقاش ريميندر، يبقى الريميندر 0. وكده تبقى الإجابة بتاعتي فين؟ هي البلس بتاع التلاتة اللي فوق دول 138. دي الإجابة، دي الإجابة. بس كده بس كده. طبعا كان ممكن أقول لك إن في السؤال ده واحد يقول لي يا مستر أول ما جاب له إيه 700 71 تايمز 10 اللي هي 710 كان ممكن يعمل ماينس هنا 710. ينفع؟ ينفع ينفع. بس بدل ما كان جاب ال 30 في خطوة واحدة هيجيبها في 3 خطوات. يعني هي نفس الناتج بس هو حلها في خطوات اكتر، ستيبس اكتر، ماينس اكتر، احتمال للخطأ اكتر. لكن احنا حلناها في خطوة واحدة، جبنا السيرت في خطوة واحدة. يا عم كمان سؤال. انت غالي عليا والله. كمان سؤال. 7391 divided 35. هنروح نجيب دولاب اريا موديل ونقسمه. ده الفليك، ده الفليك برضو، ده الفليك برضو. ونروح نكتب هنا ال 35 وال 7391 هنا. وبعدين ابدأ اشتغل. ابدأ دور على حاجة في تيبل ال 35 قريبة من الجدع اللي فوق ده. طبعا احنا هنا الرقم هنا اكيد ده كبير شوية.
ف 35 لو عملتها تايمز 10 تطلع 350. مستر لعب العيال ده ايه ايه 350 دي، احنا معانا 7000 تقول لي مش عارف ايه. لا عايزين رقم اكبر. طب 35 تايمز 100 3500 تنفع؟ تنفع، ولكن انا طمعان في حاجة اكتر. هي تنفع بس انا طمعان في اكتر، بدل ما هي 100 ايه رأيك نخليها 200؟ تبقى 35 تايمز 200. عادي لو عملتها كده، ولكن انا لو عملت تايمز 200 هتطلع معايا 0 0 و2 تايمز 5 10 0 كاري اب 1 2 تايمز 3 6 بلس 1 7 7000. فانا هقول له ال 200 دي هكتبها فوق وال 7000 دي هكتبها تحت وماينس 1 ماينس 0 1 930. انا جبت الماينس ده او جبت الريزلت دي في خطوة واحدة. انت لو استخدمت ال 100 هتجيبها، بس هتجيبها في خطوتين، لانك هتجيب 100 لوحدها و100 لوحدها، فبالتالي يبقى انت عملت ماينس مرتين. انا من ماينس من مرة واحدة جبت الناتج ده، هاخده واكمل بيه. هاخده هنا باللون الاحمر اهو واكمل بيه تاني لفة كمان. هتلاحظ ان 391 دي قريبة من ال 350 اللي هي كانت مع مين؟ مع التن. فالتن تتكتب فوق وال 350 تحتها، ونعمل ايه؟ ماينس 1 ماينس 0 1 9 ماينس 5 4 3 ماينس 3 0. بس كده؟ لا مش بس كده لسه. طالما بص، طالما ده اكتر من ده ما ينفعش توقف. طالما ده اكتر من ده ما ينفعش توقف. ما ينفعش، يبقى غلط لو وقفت. ناخد ال 41 ونكمل بيه لفة كمان. اه مستر بس 41 دي قريبه قوي من ال 35 نفسها من غير ما اعمل لها تايمز اي حاجه. قال لي خلاص، عندك 35 تايمز 1 بكام؟ ب 35. 35 تايمز 2 هتطلع معاك 70 عدت صح. فبالتالي هناخد مين؟ ال 1 فوق وال 35 تحت واعمل ماينس تبقى 6. 1 ماينس 5 ما تنفعش، فال4 هتبقى 3 وال1 يبقى 11. 11 ماينس 5 6. ال 6 دي تنفع ديفايد 35؟ قال لي لا. طب ليه لأ؟ لأنها less than 35. فال6 دي هقول عليها remainder equal 6. يعني مش هدخلها خلاص في لفة جديدة، ولكن هسميها remainder. طب الإجابة بتاعتي فين؟ قال لي الإجابة بتاعتك الصح تبقى كده. لو كتبتها 211 اللي هي 210 و1 يبقى غلط. إيه يا مستر ما هي طالعة 211؟ أيوه بس كان معاك remainder، فتقول له remainder 6. يبقى 211 remainder 6. دي كده الإجابة، دي كده الإجابة. كمان سؤال، كمان سؤال. 2700 divided 90. لا دي المستر قال لنا زيها من غير اريا موديل. لو هتحلها من غير اريا موديل هتخليها ازاي؟ هتكنسل 0 مع 0 و 270 divided 9 27 divided 9 3 والزيرو الزيادة اهو تبقى 30. سهلة، ولكن هو طالبها بالايه؟ بالاريا موديل. احلها له ازاي؟ هترسم دولاب، ضلفة ليك وضلفة عليك، يبقى هنا 90 وهنا 2700. انت عارف ان 90 تايمز 10 ب 900 و90 تايمز 100 ب 9000. ده التيبل اللي ببدأ اكتبه. بس 9000 دي كتير قوي يا مستر. تو يعني احنا كل اللي معانا كلها على بعضها شاكب راكب 2700. يعني 9000 دي كتير قوي، ما تنفعش. فهناخد 90 تايمز 20 بكام؟ ب 1800. و90 تايمز 30 فتطلع معايا كلها ب 2700. لقيت ان ده هو نفس اللي معايا بالظبط. يا ابن اللعيبه، هات ده السيرت اكتبها فوق و 2700 تحت واعمل ماينس واكون حلتها في خطوه واحده. عادي عادي. طب يا مستر معلش، لو انا كنت طمعت واتسرعت في الاول وخدت التن، يعني ما انا طالب برضه غلبان 2700 خدت التن مع ال 900. تنفع؟ تنفع، تنفع. بس بدل ما هتحلها في خطوة هتحلها في 3. يعني هنا 0 ماينس 0 0 0 ماينس 0 0 7 ماينس 9 ما تنفعش. ال 2 تبقى 1 ودي 17 ماينس تبقى 8 وال1. هاخد ال 1800 ابدأ لفة جديدة واقول له هعمل 10 برضو 900 برضو وماينس
0 minus 0 0 0 18 minus 9 9 واخد ال 900 كمان لفة minus 900 اللي هي كانت مع ال 10 0 0 0 طلعت معاك برضو 30 نفس اجابتنا، بس احنا طلعناها في خطوة وانت طلعتها في 3. يعني الستبس ممكن تتغير معاك اثناء الحل، ولكن نفس الريزلت، ومفيش ريميندر، مفيش حاجة اتبقت. طيب كمان سؤال. هنا في سؤال بيقول لي a factory made 1845 t-shirts in 15 days. بيصنع الكمية دي من التيشيرتات في 15 يوم. If the factory made the same amount daily. كل يوم بيعمل نفس الكمية يا ست رزان. How many t-shirts did the factory make each day. في اليوم الواحد أو في كل يوم بيصنع كام تي شيرت؟ فهقول له انا محتاج اعمل 1845 divided 15. هروح ارسم من نفس الدولاب، ما هي دي هدوم بقى، نروح نرسم نفس الدولاب. ضلفة ليك وضلفة للمصنع، ونشوف لو احتاجنا نبقى نزود. ال 15 تتكتب هنا وال 1845 تتكتب هنا، وابدا احل. انا ببدا احل ازاي؟ ببدا اكتب هنا 15 وابدا اجيب تايمز تيبل ليها، بس بارقام مختلفه عن اللي انت متعود عليها. يعني بجرب اعمل تايمز 10 تطلع 150. 150 يا مستر، ده احنا 1845 ده لسه كتير قوي. طب جرب تايمز 100 تطلع 1500. اه دي جميله، دي تستخدمها حلو جميله. يبقى نكتب فوق ال 100 وتحت 1500. واعمل ايه؟ اعمل ماينس. هعمل ايه يعني؟ هعمل خط وامشي عليه. هنا 5 minus 0 equal 5. 4 minus 0 equal 4. 8 minus 5 3 و0. ناخد الرقم اللي طلع ده نبدأ بيه لفة جديدة. مستر بس ده ال 150 دلوقتي قريبة من الرقم ده، ينفع نستخدمه؟ ينفع. هقول له ادي ال 10 مع 150 وماينس 5 minus 0 5. 4 minus 5 ما تنفعش، 3 تبقى 2، دي تبقى 14 minus 5 9. 2 minus 1 1. برضو لسه ال 150 تنفع معاه. هاخد 10 كمان 195 اهي زي ما هي، وال 150 تحتها ماينس دي اللي كانت باقية، بدأت بيها خطوة جديدة. وببدأ ان انا اعمل ماينس تاني. 5 minus 0 5 4 0. 45 دي مع ال 15 مفيش مكان يا مستر. كمل يا حبيبي، كمل يا بابا، ارسم كمان مكان، هات ضلفة كمان واكتب ال 45 فوق وحاول توصل لها من ال 15. 15 times 1 equal 15. 15 times 2 equal 30. 15 times 3 equal 45. احسبها براحتك. هكتب هنا 3 فوق وال 45 تحت وماينس 0 0. هل في ريميندر؟ لا، خلصت. الإجابة فين؟ الإجابة 110 و10 يعني 20 و3 يعني الإجابة 123 تي شيرت. يعني هو بيعمل الكمية دي كل يوم، 123 تي شيرت كل يوم. طيب أظن قد حان الوقت إن احنا نشوف خط إيدك. بيج 164 هتلاقي تشيكاية تحفة روعة، فرتكها كلها وتعالى. هنا في السؤال الأول بيقول لي 34 divided 8 equal 40 equal 4 remainder 2. the dividend is. مين هو الديفيدند؟ الديفيدند هو أول رقم اللي هو 34. أمال مين الريميندر؟ الريميندر هو 2. بس كده بس كده. السؤال اللي تر بي بيقول لي 203 divided 4 equal 50 remainder كام؟ طب ما هو خد بالك من حاجة، إن 203 ما تنفعش divided 4 أصلا. لو رحت كنسلت 1 هتبقى 202 divided 4 برضو مش نافعة. هتروح تكنسل كمان 1 هتبقى 201 divided 4 برضو مش نافعة. 200 divided 4 equal 50 وريميندر انت كنسلت 3 هنحطه او هنقول له ريميندر 3. في حل تاني، وهو انك مثلا لما بيكون معاك 6 divided 2 equal 3 بتعمل 2 times 3 يديك ال 6. طب ما انا لو عملت 4 times 50، 4 times 50 يطلع 200، ولكن اللي هنا 203 يعني في زيادة عن ال 200 ب 3، يبقى ده الريميندر اللي هو ريميندر 3. او تروح تعملها بقى لونج ديفيجن او تعملها بالاريا موديل براحتك. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي solve the following problems using the area model. هحل السؤال الاول، وبما انكم شطار وحلتوه هنحاول نحله بسرعة شوية. دي 25
هنا هنقسم ده اهو اريا موديل. هنكتب اول حاجه هنا 5325. 25 لو عملتها تايمز 10 تطلع 250، لسه صغيره، فممكن نعمل 25 تايمز 100 اللي هي 2500. ممكن نستخدمها، هقول له هنا 100 وهنا 2500، واعمل ايه؟ اعمل ماينس 5 ماينس 0 5 2 3 ماينس 5 مش هتنفع، فال5 هتبقى 4 وال3 هتبقى 13. 13 ماينس 5 8 و4 ماينس 2 2. لسه اكتر من ال 2500 اللي معايا، فممكن استخدم ال 100 كمان مره، تبقى 2825 اماينس منها 2500 يطلع 5230. بعدها 325 دي ممكن نستخدم معاها ال 10 ونقول له 325 هماينس منها 250 تطلع معايا 75، وال 75 دي تبقى مع ال 3 75 00، ويبقى الإجابة اللي معايا هي كل اللي فوق دي 213. ممكن خد بالك واحد تاني يحلها في خطوتين، بيقول لي مثلا 100 وال 100 دول، يبقى كان استخدم من الأول 200 اللي هي 5000، تنفع برضه، هتقل معاه الستبس كتير، ولكن طريقتنا صح وطريقته صح عادي، مفيش أي مشكلة. طيب في السؤال اللي بعده هروح أرسم اريا موديل، وهنا هقول له أنا هعمل divided 12 و 3930 هكتبها هنا، وابدا اقسم الاريا موديل بتاعتي. طبعا اللي بيعملها بالرولر بتاعته ده انسان محترم وجميل وعسل وسكر، واللي بيعملها بايده ده انسان عايز كلب ياكله. هنا ال 12 اهي، لو جيت عملتها تايمز 10 لا لسه بدري 120. لو عملت ال 12 تايمز 100 برضو 1200 لسه بدري. ممكن نعمل 12 تايمز 200 تطلع 2400 برضو لسه. 12 times 300 تطلع 3600. هي مش هي بالظبط، بس لسه ما عدتهاش وقربت جدا، فممكن نستخدم ال 300 حلوة، تبقى 3600 وماينس 0 3 3 0. 330 ممكن نستخدم فيها ال 120 ماشي، وممكن تزود عن ال 120 براحتك، ادي 10 330 هماينس 120 تبقى 0 1 2، واعمل كمان 10 210 ماينس منها 120 تطلع معايا 0 ماينس 0 0. 2 دي يبقى 1 ودي 11. 11 ماينس 2 9 و0. ال 12 دي ممكن ناخد معاها كام؟ 120 هتبقى كتير مش هينفع استخدمها مع ال 90، فممكن ناخد معاها اللي هي كام؟ ال 7، لان 7 تايمز 12 ب 84، ويبقى باقي 90 ماينس 84 6. بس ال 6 هنا بقت اقل من ال 12، ما عادش ينفع ان انا اكمل، يبقى انا عندي كده ريميندر 6، والاجابه بتاعتي تبقى 327. 327 ريميندر 6 دي كده الاجابه بتاعتي، وبكتبها له بالشكل ده. في الجزء اللي بعد كده هنبدأ نعمل استيميشن زي اللي كنا عملناه في التايمز بالظبط. احنا كنا بنيجي في التايمز ويقول لي estimate the result، كنت بروح للرقم اللي على الشمال خالص واشوفه هو اللي على يمينه ريتش ولا بور، بروح لاكبر بليس فاليو واشوف اللي على يمينها ريتش ولا بور. ال 9 ريتش تعطي لل 1 تبقى 2، يعني دي تبقى 2000 divided ال 16 ال 1 اللي على يمينها ريتش تبقى 20، وبالتالي اعمل دول divided بعض، يبقى شيل 0 مع 0 و2 divided 2 1 والزيروز اللي باقيه 100 كده كلها على بعضها، يعني الاستيميشن بتاعنا طلع كام؟ طلع 100. هنروح نعمل الاكشوال ريزلت وبالاريا موديل اهو بالشكل ده كده، نقسمنا الاريا موديل بتاعتنا للاجزاء دي كلها. طيب هنا 1920 وهنا ال 16. ال 16 دي لو عملتها تايمز 10 تبقى 160. 16 تايمز 100 تبقى 1600. ينفع ال 1600 حلوة استخدمها. 1600 مع ال 100 فوق ماينس 0 2 30 ادي 320 نبدأ بيها كمان لفة. خد بالك 16 تايمز 10 ب 160، ولو عملت 16 تايمز 20 هتطلع معاك 320، تبقى من خطوة واحدة اهي، وتبقى الإجابة بتاعتك هي
120. يعني الاكشوال ريزلت هي 120 ولكن الاستيميشن طلع معانا كام؟ الاستيميشن طلع معانا 100. طيب دلوقتي لو انا جيت قلت لك انا عايز احل السؤال اللي جاي ده، بيقول لي estimate using compatible numbers then solve using an area model. طب يعني احنا الاول هنعمل estimation. هنا 4 اللي على يمينها ريتش تبقى 5000 divide 5 اللي على يمينها بور تبقى 50 وتطلع معايا الاستيميشن كام؟ يطلع معايا الاستيميشن 100. ولكن هو كمان عايز اجيب الاكشوال ريزلت بالاريا موديل. هقول له هنا 51 و 4641. لو رحت عملتها تايمز 10، 51 تايمز 10 يعني 510. لا قليلة قوي. طب لو رحت عملت 51 تايمز 100 تطلع 5100. بس انا اللي معايا 4000 بس، مش معايا 5000 وكده. اللي معايا 4000 بس، فاقلل شوية عن 100. ممكن مثلا استخدم 80 70 60 90. فهعمل 51 تايمز 90. الزيرو اهو، و9 تايمز 1 9 9 تايمز 5 equal 45. حلوة جميلة قريبة أقل منها وجميلة. أكتب فوق 90 وهنا 4590 وأعمل إيه؟ أعمل ماينس 1. 4 ماينس 9 مش هينفع، ال 6 هتبقى 5 وال 4 هتبقى 14. 14 ماينس 9 5 0 0. 51 دي هاخدها أكمل بيها، هتلاحظ إن هي نفسها مع ال 1 لأن هي 51 نفسها يعني. ماينس تبقى 0 0. يبقى الاكشوال ريزلت بتاعتي طلع كام؟ الاكشوال ريزلت هقول له 4641 divided 51 تطلع معايا 91 91 91. وده الاستيميشن. يبقى ده الاستيميشن وده الاكشوال ريزلت. بس كده، بس كده. دلوقتي جه دورك في فيديو 165. احنا خلاص حلينا على الاريا موديل، فانا عايزك بس تعمل لي استيميشن للسؤالين اللي قدامك حاليا. الاستيميشن بتاع السؤال الاول بيقول لي 3024 divided 14. دي 3 واللي على يمينها بور يعني 3000 divided دي 1 واللي على يمينه بور يعني 10، وبالتالي يكون 300. ده الاستيميشن بتاعنا زي التايمز بالظبط. هنا 7 واللي على يمينها ريتش يبقى 8000 divided 3 واللي على يمينها ريتش تبقى 40 وتطلع معايا 200. ده كده الاستيميشن بتاعنا. الاكشوال ريزلت الاولى هتطلع معاك 216 لو انت حليتها، والاكشوال ريزلت بتاع التانية هيكون 215. ريميندر 25. هتقولها مستر ريميندر 25 ده مش كبير شوية؟ بص، طالما الريميندر اقل من ال 35 فانت في التمام. طالما الريميندر اقل من الديفايزر بتاعك فانت في التمام. امتى تعرف ان انت اكيد غلط؟ لو الريميندر طلع ايكوال للديفايزر او اكتر منه، او الريميندر طلع اكتر من الديفايزر، هنا اعرف ان انت عندك غلط. انما طول ما الريميندر اقل من الديفايزر تمام، انت تمام، انت في التمام. تمام يا شباب، هي دي الحكاية، هي دي الرواية. اتمنى تكون استمتعت معايا. اشوفك الحصة الجاية. الهومورك هيجيلك على الجروب، والحصة هتجيلك على الجروب، والكويز هيجيلك على الجروب. سلام.